عارفين مين هو أبو سيفين؟ اتولد فلوباتير سنة 224 ميلاديا في اليونان، وأبوه وأمه كانوا وثنيين، وأبوه كان اسمه يارس وبيشتغل صياد وحوش. وفي يوم خرج يارس عشان يصطاد، ولكن فجأة كلمه الله وقال له أنت هتكون مسيحي وابنك فلوباتير هيشهد لي. وساعتها بقوا مسيحيين فعلا وتعمدوا، وبقى اسم فلوباتير في المعمودية ماركوريوس يعني محب الآب. وبعدها وصل خبر للملك إن يارس ومراته وابنه بقوا مسيحيين، وساعتها اتجنن الملك وأمر إن هم يترموا في جب الأسود. ولكن ساعتها اتدخل الله والأسود ما عملتش معاهم أي حاجة. فاستغرب الملك جدا وقال ليارس إزاي الأسود ما قربتش منكم؟ فحكى له يارس عن الله، فاعتذر الملك جدا وقرر إن يارس يتعين قائد جيوش اليونان. وفعلا قاد يارس الجيش، وكان دايما الجيش بينتصر. ولكن بعد فترة انتقل يارس وتعين فلوباتير قائد للجيوش بعد باباه، وده لأنه كان ضابط شاطر جدا وعبقري في الفنون الحربية. وفي وقت من الأوقات دخلت اليونان في حرب كبيرة، وكان ساعتها الملك مرعوب، فقال له فلوباتير ما تقلقش أنا هقود الجيش في الحرب دي. وبعدها يدخل فلوباتير لأوضته علشان يصلي، وفجأة يظهر له الملاك ميخائيل بمنظر قوي جدا وماسك في ايديه سيف من النار، وقال له الله بعت لك السيف ده يا فلوباتير، وبالسيف ده هتغلب. ففرح فلوباتير جدا، وساعتها دخل الحرب وبقى بيحارب بسيفين، السيف بتاعه والسيف اللي بعته له الله، وعلشان كده اتسمى بابو سيفين. وفعلا في اليوم ده انتصر انتصار عظيم. ولكن بعدها فسد الملك واعلن ان الاوثان هي اللي كانت السبب في الانتصارات دي، وامر كل الناس انها تسجد ليهم. وساعتها رفض ابو سيفين جدا وقال له الاصنام دي مجرد حجاره وملهاش اي لازمه، وانه مش هيسجد الا لالهه. وساعتها اتعرض ابو سيفين لعذابات كتير جدا، وفي كل مره بيبعت له الله الملاك ميخائيل ويرجع فلوباتير احسن من الاول، لحد ما امر الملك انه ينال اكليل الشهاده. وانت كمان